النهاردة هنتعلم خطوة جديدة في الإكسل، وهي دالة الديت ديف. الدالة دي بتعمل ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي تاريخ تعيين، عايز اعرف الموظف مثلا اللي جه في تاريخ تعيينه كذا، عايز اعرف قعد معايا قد ايه، كام سنة، كام شهر، كام يوم. وبرضك هنتعرف هنا على ممكن اجيب ليه اسم اليوم ازاي واسم الشهر. تعالوا كده نشوف. عشان اجيب هو اشتغل عندي كام سنة بايه، قلنا بدالة الديت ديف. فهقول له ايكوال وهقول له ديت ديف وافتح ايه قوس، تمام، وهختار تاريخ التعيين. وبعد كده انا عايز اعرف لحد النهارده هو اتعين عندي بقاله كام سنه، واقول له يبقى ايه تو داي وافتح قوسين كده واقول له كوما، وبعدين هقول له اعمل توكوتيشن واختار واي اللي هي توكوتيشن دي يعني شيفت طه، تمام، واعمل توكوتيشن اهي واقفل الايه القوس واقول له انتر. اتعين عندي تاريخ التعيين قعد معايا 3 سنين اهو لحد النهارده. اعمل بمجرد ما اعمل كده اوتو فيل هينزل الباقي. طيب انا عايزه اعرف بقى كام شهر، هقول له باخدك ايكوال ديت ديف وهفتح قوس واختار تاريخ التعيين، تمام، وبعد كده اقول له تو داي وافتح قوسين كده فاصلة كوما كده، وهختار توكوتيشن واقول له ام توكوتيشن واقفل القوس واقول له انتر. ايه ده؟ هل ينفع كده؟ لا طبعا. طب ايه، في ملحوظة بقى هنا كده مهمة، لا ما ينفعش خالص ان هو يجيب عدد الشهور لحد ما اتعين لحد النهارده، ما ينفعش. ده هو بيحسبها لي مثلا لحد النهارده، مثلا عشان انا بقول له توداي يبقى هيحسبها لي لحد النهارده. لا، احنا عاوزين نعرف فرق الشهور. هنا ده ال 38 ده بعدها كلها، لا انا عايزه اعرف فرق الشهور. بس اعمل ايه بقى؟ هنا بقى هعمل له فرق الشهور بالسنه، يبقى اضيف له واي واقول له كده انتر. يبقى اتعين عندي 3 سنين وشهرين. مجرد ما اعمل اوتو فيل كده هيديني بقيه الارقام بتاعتي. طب لو هو يوم هقول له ايكوال ديت ديف وافتح قوس واختار تاريخ التعيين واعمل كوما واقول له تو داي، هفتح قوسين كده واعمل كوما واقول له توكوتيشن عشان احسب اليوم. هقول له بقى اليوم بالشهر، هقول له ام دي اعمل توكوتيشن واقفل القوس، تمام اهو. يبقى انا عندي مجرد ما اعمل هنا بقى كده اوتو فيل هينزل لي. يبقى انا عندي الراجل ده في 14/8/22 اتعين بقاله عندي 3 سنين وشهرين و3 ايام. طيب ازاي هنا بقى احسب اليوم، اسم اليوم واسم الشهر؟ هنعمل كده ديت ديف واقول له لا انا مش هعمل ديت ديف. ليه؟ احنا قلنا اما اجيب اسم اليوم او اسم الشهر هعمل دالة اسمها تكست، استحالة يطلع ديت ديف. مجرد ما اعمل تكست كده اهي هقول له اديني تاريخ اليوم تاريخ التعيين واعمل كوما واقول له توكوتيشن 1 2 3 4 توكوتيشن واقفل القوس واقول له انتر. بص تلاقي لي اغسطس. طب لو انا عايزه اخليها مختصر الشهر هعمل بدل 4 ام هعمل 3 ام. مجرد ما اعمل اوتو فيل كده جاب لي كل الشهور. طب انا لو عايزه ان هو يجيب لي اليوم هقول له ايكوال هختار ديت ديف ولا تكست؟ لا هقول له تكست اهي، دبل كليك كده واقول له تاريخ تعيين واعمل كوما واقول له توكوتيشن 1 2 3 4 واعمل له 4 دي واقول له توكوتيشن تاني واقفل القوس بتاعي واقول له انتر. بص جاب لي سانداي. يبقى الراجل ده
التاريخ بتاع التعيين بتاعه كان 14/8/2022. قعد قد ايه؟ كام سنة؟ 3 سنين و3 شهور ويومين. طب وتعين امتى؟ الشهر واليوم بتاعه، الشهر كان اغسطس لما تعين، والايه واليوم بتاعه كان ساندي، كان ال 14 دي كانت موافقة ساندي. طيب تمام. عايزة اراجع معاكم على حاجة برضك مهمة هنا في السام اف. هنراجع مراجعة بسيطة كده على السام اف. انا دلوقتي عندي الاوردر نمبر، وعندي الديت، وعندي المانث واليير والاماونت. تمام. انا دلوقتي لو انا عايزة اجيب التوتال بتاعي لسنة 2020 21 و22 و23، اجيبها ازاي؟ احنا قلنا هنجيبها بالصم اف. فهعمل ايه بقى؟ هقف كده واجيب الصم اف. يبقى هعمل ايه؟ عشان اجيب ال 2020 لازم اعمل حاجة مهمة، لازم اعمل عمود فارغ كده اهو. المفروض ان انا جايباه ومجهزاه اللي هو اليير، ما ينفعش ان انا اختار من هنا. انا جبت دلوقتي اليير بتاعي 2022 21 جبته كده. طيب لو انا عايزه همسحها معلش، لو انا عايزه اجيب بس الايه السنه، اعمل ايه؟ لو انا هجيب السنه بس اعملها ازاي؟ تعالوا كده نشوف لما نجيب السنة نعمل ازاي. همسحها كده، هقف كده واقول له ايكوال، واقول له يير، وهفتح قوس وهختار التاريخ بتاعي. تمام. واقفل الايه القوس كده بتاعي واقول له انتر. اهو جاب لي 2022. مجرد ما اعمل كده واقول له اوتو فيل هيجيب لي ايه السنوات اللي بعد. طيب تمام. عشان اجيب بقى التوتال اعمل ايه؟ هقول له ايه؟ هستخدم دالة اسمها السم اف. ما ننساش نروح عند الفورمولا بار كده واختار السم اف. السم اف اهي ماشي. ادي السم اف واقول له اوكي، فتح لي الدالة. في الرينج هنا هنكتب ايه؟ هنعلم على عمود السنة كله. هعلم على عمود السنة كله اللي هو ده ماشي، عشان انا عايزه اجيب بالسنة. واقول له ايه؟ كنترول شيفت داون ماشي. ومنساش اثبت ايه؟ باف 4، منساش اثبت باف 4. طيب والكارتيريا عندي هجيب سنة ايه؟ 2020. تمام. طيب والسم رينج اجيب الاماونت اهو، كنترول شيفت داون علمني العمود كله، منساش اثبته بالاف ايه 4. تمام. واقول له ايه؟ اوكي. اهي جاب لي التوتال. بمجرد ما اعمل اوتو فيل كده هيجيب لي بقيه الايه الحاجات 21 22 23. طب لو انا عايزه اعمل الكاونت اف، لو انا عايزه اعمل الكاونت اف اعملها ازاي؟ هقول له برضك بالايه؟ هفتح اقول له ايكوال واختار الفورمولا بار بتاعتي واختار منها الكاونت اف ماشي، واقول له اوكي. طيب الكاونت اف ده بيديني الرانج والكارتيريا بس. طيب الرانج بتاعي هنا في الكاونت اف هعلم على العمود الايه السنوات اهو كله، كنترول شيفت داون ماشي، واثبت باف ايه 4. طيب والكارتيريا بتاعتي اهو، واقول له اوكي. هعلم على 20 ايه 20 اللي انا عايزه اجيبها واقول له اوكي اهي، واعمل كده اوتو فيل. هيجيب لي الايه العدد الايه اللي حصل فيهم البيع. يعني مثلا في سنة 2020 حصل قد ايه عملية العدد بتاع البيع؟ كان كم مرة في السنة؟
كان 151 عملية بيع في سنة 2020. تمام. طيب لو في اي سؤال او نقطة مش واضحة اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة الاكسل من البداية للاحتراف.